التنزانية. لكن ما يؤسفني هو أن الاتحادية التنزانية بحد ذاتها لم تقف إلى جانب المدرب الجزائري. أكيد لأنه لقجع في نهاية المطاف، يخافوا من اللقجع. صحيح. وخرج علينا رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وتبرأ من تصريحات عادل عمروش، وقال بأنها لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر الاتحاد التنزاني، وقال بأنه سيكون هناك محاسبة في وقت لاحق. وهناك بعض الأخبار وبعض التقارير الإعلامية تقول بأن فوزي لقجع يضغط وبقوة من أجل أن يقدم الاتحاد التنزاني على إقالة المدرب عادل عمروش من منصبه، حتى وهو يكون الحاجه اللي ما يعرفوهاش ايضا التنزاني توفيق، بانه عادل عمروش يدافع عن المنتخب التنزاني حتى عندما لعبت تنزانيا ضد الجزائر. هذا لا يعني بانه ليس جزائري، لانه جزائري ورجل حر، ولكن لان منصبه يفرض عليه ان يدافع على تنزانيا، فالغريب ان يكون عمروش اكثر تنزانيه من الاتحاد التنزاني في نهايه المطاف. ولقجع هو اللي يتحكم فيهم، فمساله مثيره للاستغراب. نعم، إنها المخدرات. يبقى توفيق أن عادل عمروش وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيرة بفتح المغرب، فتح لقجع تحديدا. بطبيعة الحال فقد فضح لقجع وقال بأنه لقجع يتحكم في التوقيت، يتحكم في الملاعب، يتحكم في كل شيء، حتى في تعيين الحكام. يا الله! وهذا ما آلم المغاربة كثيرا لأنها الحقيقة بعينها. وفوزي لقجع أصبح غولا كبيرا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون حسيب ولا رقيب أمام الانبطاح الكلي للجنوب الإفريقي موتسيبي الذي أصبح مجرد واجهة لهذا الاتحاد الذي أخذه لقجع كرهينة. والدليل أنه فوزي لقجع تمكن من برمجة مباراة للمنتخب المغربي، مباراة ودية للمنتخب المغربي أمام المنتخب السيراليوني قبل بداية الكان ب4 أيام في أحد ملاعب الكان، وهذا أمر سابقا لم تحدث في تاريخ الكرة الإفريقية. ايوا حنا تزادينا قباح، حنا تزادينا بشوية القوة، حنا ما طلبناش القوة، الله اللي عطاها علينا.